موضوع صلاح انه يروح الدوري السعودي. ديربي اسكندريه ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير. فهي المشكله بقى في انه وليد الفراغ يتكلم ولا ان احنا عندنا مشكله اصلا. السلام عليكم، فيديو كده عنبر 7 ونشوف الدوري السعودي بيحصل فيه ايه. كابتن وليد الفراج هزقنا يا كابتن باشا جايين نرد عليه وجايين نتكلم على كل الحاجات في الدوري السعودي. معلش معلش بعد اذنك يعني معلش يعني شوف العناصر اللي في الهلال والنصر يا عم، انا احب الاهلي وانت عارف انا احترم الكرة المصرية، بس ارجوك لا يعني ده ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية فقط لا غير. ايش اللي ديربي ما في جمهور واللعيبة؟ شايف الاسماء يا استاذ محمد، انا عارف انك تعشق بلدك وانا احب مصر واحب الدوري المصري، بس ارجوك خليك على جنب. ما ايش الدوري اللي ما حد يشوفه الا اهل بلده يعني. ايه رايك يا كابتن بامبي في اللي بيحصل ده؟ هقول لك انا هاخدها من زاويه تانية. تعال ننسى ان وليد الفراغ يتكلم. اوكي. تعال نبص على دورينا. هل دورينا فيه مشاكل ولا لا؟ في كوارث بالظبط. اول حاجه تعالى نبتدي بالخبر اجدد خبر، الخبر الطازه. مرتضى منصور مشي هو الاداره كلها. دي بتاع سادس ولا سابع مره اتوقف 30 مره من القضاء ومسجون 3 مرات. نيجي بقى للكوره. ودين كاميرات نوكيا بتنقل الماتشات. عايشين في زمن الوحده 21 لسه، وفرحنا اول اسبوع اللي فات ان الاتش دي دخل مصر، والكاميرات اللي تطلع وقت ماتشات منتخب مصر بس. عندك الجماهير قطط وكلاب تحضر الجماهير عالي وحاجه يعني. طبعا لقطة من اللقطات الطريفة، لكن دخل ازاي محدش هيعرف طبعا. 5 أندية بس جماهيرية في الدوري المصري كله. لا ده كابتن الدربيات عندنا مقاولين وفاركو وشركات ادويه فين دربيات المحله؟ دربي الميلتا بار، مش عارف يا كابتن والله. دربي اسكندريه، دربي اسماعيليه. لا يعني بجد حالنا يحزن قوي 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 يعني. بس طبعا الناس عايشه في الماضي. حضرت 7000 سنه، الاهرامات، حسن النيل، شحاته والجوهري. لا يا عم وانت خلاص نزلنا. انت اقتصاد مفيش، سياسه مفيش، تعليم، كل سياحه حاجة. مفيش. ما جاتش على الكوره يعني، خلاص ما تعيش في اوهام الماضي. فهي المشكله بقى في ان وليد الفراغ يتكلم ولا ان احنا عندنا مشكله اصلا. لا هي الناس ايه زعلانه ان حد من بره بالظبط، هي دي المشكله. لكن احنا قاعدين على الفيس بنقول ايه، يلا وحشنا الاهلي، فين الاهلي ومش عارف ايه. هو بيكسب كل سنه، هو اللي فين التنافس. وجماهير الاهلي اصلا لما تكسب الدوري هي ما بتعرفش يعني، هي بتتفاجئ ان هي اخدت الدوري في الجوله 15 ولا حاجه. نيجي بقى النقطه الثانيه. يقول في مصريين ردوا قال لك ايه، قال لك احنا الاعلى جماهيريا. طب ما طبيعي يا باشا، انت 110 مليون، الخليج كله 130 مليون. هناخد جايزه العدد. انا مش فاهم. على القهوه مثلا الاهلي، طب اقول لك على حاجه، لا ماشي القهوه، طب اقول لك على حاجه، لو دلوقتي على القهوه وفي ماتش اهلي وزمالك ونصر والهلال، تتفرج على ايه؟ هتتفرج على الاهلي يا كابتن ونادي الزمالك، الماتش اللي انا مش عارف هيحصل فيه ايه. الاهلي يكسب بقى 50 سنه. عندك الناس اصلا قهوه بتلعب فانتزي، محدش يبص على الماتش، محدش يبص على الدوري بتاعك، ولا حد شايف اللعيبه اصلا. بالظبط. فانت كان عندك اصلا زمان كان كنت انت ال 100 مليون بيتفرجوا وعندك الخليج بيتفرج. دلوقتي انت لا الخليج بيتفرج عليك ولا اهل بلدك بيتفرجوا عليك. فما تجيش تقول لي بقى اصل الشعبيه واصل مش عارف ايه. نخش بقى في الدوري السعودي ونحكي لكم قصه بس بسيطه من الاول. جه محمد بن سلمان والدوري السعودي المنظومه كلها قال لك انا عايز اطور من الكره بتاعتي وعايز اهيئ للناس واقنع العالم كله ان انا اقدر على كاس العالم 2030 واقوي الدوري بتاعي. وعندي هدف والمشروع ان انا اخلي الدوري بتاعي من اقوى 10 دوريات على العالم. وده بالنسبه للعرب حاجه جباره والشرق الاوسط كله. ايه اللي حصل بقى؟ جت الاداره اللي ماسكه كره القدم في السعوديه، جت صرفت على اقوى 4 انديه في الدوري السعودي: الهلال، النصر، الاتحاد، الاهلي. طبعا اللي بدأ الحوار ده كله رونالدو. طبعا القائد طبعا يا جدعان الاعظم في التاريخ. كاريزماتيك بطريقه يا جدعان مش طبيعيه. مش سيد معزه راح ميامي، اللي راح وراه مين؟ بوسكيتس وجوردي ألبا اصحابه رايحين يكملوا ويعمل لي سبايدر مان وثور وايه ده عبط. رونالدو فاهم جاب الجول يعني. لا يا جماعه باشا، ميسي ما عندوش هبوط في الدوري بتاعه. الفريق بتاعه ده اصلا 20 بقاله 5 سنين. ده انت شفت الواد اللي حط بالهيد في جون ده؟ ده ولا يا جدعان مهاجم يا جماعه. وبالنسبه للفاولات فاحنا عارفين ان هو كويس في الفاولات، يعني مش حاجه جديده يعني
وبيشوط من نص الملعب، والحارس اللي بيخرج بره الجون. شفت الجون بتاع مارتينيز؟ الحارس خرج بره الجون يعني لا بس دي فوتوشوب بتاعت فوتوشوب. بس هو كده بوزيشن غلط بس هم زودوها او زادت يعني. طيب ما علينا، خلينا بقى في الدوري السعودي. فخلاص بقى الدنيا توحشت في السعوديه بعد الموضوع ده، وقرروا الانديه كلها كل نادي هيجي له واحد يعني ميجا ستار حرفيا زي رونالدو كده، ومعاه 6-7 لعيبه يقفلوا بيها قائمه الاجانب كلهم ليفل عالي جدا. دخلنا بقى نمشي فرقه فرقه. النصر بروزوفيتش، فوفانا، ماني، كان عندنا تريسكا من قبل كده، رونالدو نفسه اوتافيو بالظبط لسه هيجي. عندك الهلال، عندك بونو، ميتروفيتش، مش عارف ايه، نيمار خط هجوم تشامبيونز ليج يعني. بالظبط. عندك الاتحاد السعودي، بنزيما، كانتي، فابينيو، طارق حامد، جوتا. جوتا انا مش عارف الراجل ده كان في انديه في انجلترا طبعا ده ليفربول هو صغير اصلا، فان هو يروح الاتحاد دي حاجه غريبه يعني. اخر فرقه معانا وهي الاهلي السعودي. فريق بقى بلاي ستيشن قدام، ماكسيمان، فيرمينيو، محرز اللي انت قلت عليهم مش قد كده. انا لازم اعدي يعني بجد، هم فاجئوني بصراحه. وده بقى ناخدها من الناحيه دي والناحيه نتكلم على الاهلي السعودي. الاهلي السعودي انا شايف ان هو ابرز يعني هو الفريق اللي ظاهر دلوقتي، وفي سبب واحد ان لعيبته الاجانب مركزين. فيرمينيو هاتريك اول ماتش، محرز جاي يلعب بجد، ماكسيمان بقى بص يا كابتن فوده في لقطه اسطوريه، خد الكوره من مندي رماها قدامه مرتين كده، سبق الجرعه في كل في ثانيتين راح الجول اللي قدامه. هو سرعته يسبق اي حد بصراحه. لا فعلا هي الفريق اللي ظهر عشان هم بيلعبوا بجد. الباقي نصر خسر اول ماتشين وكده. وده يجيبنا بقى لتصريح حصل بعد ماتش الخليج والنصر من لعيب احد لعيبه الخليج. قال لك ايه بقى؟ يرضي الفرق، ما يصير ان 4 فرق عنده لعيبه كبار والفرق الصغيره ما عندها لعيبه على الاقل نوعا ما كويسين. هذا ما يدل ان في عداله في الدوري. هو 11 ضد 11، انت تتكلم 11 ضد 11، ولكن لما تتكلم انت يعني لعيبه قبل شهرين ناس لاعبين الشامبيونز ليج ماخذين الشامبيونز ليج يجون هنا، احنا من عندنا في فرق يعني ما يصير يعني. احنا نجمنا محمد شريف. يعني هو معاه حق، بس الناس بتوع السعوديه بتوع بيزنس يعني. انت مش مهتم بالعاطف، انت جاي تعمل مشروع، تعمل فكره، مشروع كاس عالم 2030 طبعا اللي هو رونالدو السفير بتاعه والكلام ده، فمفيش عواطف. سالم الدوسري نجم نجوم السعوديه هيقعد سوبر صب يعني هيتخانق مع نيمار يعني؟ لا طبعا هيقعد وهو ساكت. فايوه في حبه ظلم ولاعيبه السعوديه هيتظلموا طبعا، بس هو ده البيزنس. بس ما كانش هينفع برضه ان احنا نمد الانديه كلها بالفلوس. انت كده هتبقى كارير موت، كده الدوري هيبوظ اصلا، انت كده الدوري هيبوظ. بس ده بقى ناخدها بمنظور ايجابي. انا شايف ان الدوري السعودي مستواه تحسن جدا. انا اللعيبه السعوديه بقى عندهم غل. لا بص رونالدو بقى انا هكسبك. التعاون كسب، الخليج كسب، ولا الاتفاق تقريبا هو اللي كسب. اللي هو لا مش مظبوط يعني. لا وفي معلومه عايز اصححها معلش، الخليج كان بيلعب الاهلي واللعيب قال كده بعد ما الاهلي كسب 3-1 عشان اصحح المعلومه بس. بعد كده كان في حاجه احنا قلنا في بقى حاجه غريبه كابتن بامبي يعني انا شايفها بجاحه بصراحه، مش عارف انت هتشوف ايه بقى. ان الدوري السعودي عايزين البطل بتاعهم يخش في دوري ابطال اوروبا. ده دي اوفر بقى. هو طبعا عشان ايه النظام الجديد بتاع دوري الابطال اللي احنا هنتكلم عليه طبعا. بس يعني انا شايفها بجاحه حبتين كتير. لا احنا كده بنلعب كاين مود بجد. احنا كده خلاص. بس تعالى كده نمشي معاه، نعملها فانتزي كده مع نفسنا. لو فعلا فريق من دول راح يعمل ايه مستواه؟ عن نفسي بكميه الاسماء الموجوده دي الماتشات كده هتبقى ممتعه. بس هيخسر. يعني انت طموحك الصراحه تعدي من دوري المجموعات. انا شايف ان ممكن بعض منهم يعدوا، لان انا مثلا اجي افكر معاك بالراحه كده. نصر مثلا ماني واخد تشامبيونز ليج، رونالدو واخد 5، بروزوفيتش راح نهائي تشامبيونز ليج. يعني انت عندك لعيبه اصلا رايحه هي كانت بتلعب في التشامبيونز ليج. انا شايف ان ممكن يروح دور 8 نص نهائي مستريح. لا بس مش النصر، عشان النصر بادي بدايه مش قد كده بصراحه، والزمالك كان عامل عليه ماتش فبرضه. بس انا بتكلم في حاله اللعيبه كلها فورمه، ان اللعيبه دي بجد ركزت بقى.
مش نيمار اللي بياخد لي 80,000 يورو عشان نزل اعلان دوري سعودي. نيمار مش جاي يلعب اصلا. والطياره البوينج ايه ده؟ الراجل جاي في طياره تكفي 500 يعني جاي بيها لوحده. يعني ويجي بقى وبعد كده تيجي تلومهم تقول لهم ليه ما بيلعبوش. يعني انت كابتن بامبي لو بتركب طياره تكفي 500 واحد صح وبتقبض يعني مرتبك بيتحسب بالثانيه، طبعا. مش هقول لك بالسنه ولا الاسبوع، بالثانيه. انت ازاي هتلعب كوره؟ ولا هتنزل بوست على الانستجرام تاخد لك 80,000 دولار؟ ده مرتب شخص في مصر حياته كلها 500 سنه ولا حياته كلها حتى ببوست على الانستجرام كده. يعني ودي بقى يرجعنا لنقطه اللعيب الانفلونسر. انا دلوقتي جايب لعيبه تكبر لي الدنيا، انا جاي استفيد منك بزنس فقط. ما تلعبش يعني. وهجيب مشاهدات في 40 قناه بتنقل الدوري السعودي. دلوقتي بنقلب على التيك توك كده، احنا معديين نلاقي واحد اوكراني بيعمل ستريم مع الدوري السعودي، واحد بيتكلم على رونالدو. لا بتتكلم على فرق رهيب. بين نفسهم بين كانوا عايزين ياخدوا الحقوق، بس هم لسه ما اخدوش الموسم ده، بس الموسم اللي جاي ممكن ياخدوها. بس فكره ان هم بيبصوا عليك حتى ده طبعا. يعني لا ويبدلوهم بالدوري الايطالي ولا الدوري الاسباني ما ياخدوش حقوقه. انت بتتكلم في ليفل مرعب. نيجي بقى النقطه في السعوديه بس بسيطه كده، ان انت السعوديه عايزه لما توصل 2030 تبقى بتذيع 25 بطوله اوروبيه في الرياضه المختلفه. شفنا الجولف، شفنا فورمولا 1، شفنا البادل، شفنا رياضات كتير قوي. السعوديه رايحه فين يا كابتن؟ يعني اعتقد هي خلاص تقارن بدبي بالامارات يعني. ده ممكن تعدي كمان. يعني هم راس براس يعني. خلينا احنا في مصر هنا يا كابتن بامبي. بس بالنسبه لمصر بقى اخر حاجه موضوع صلاح انه يروح الدوري السعودي. ايه بقى رايك فيه؟ انا بصراحه انا شايفها حاجه منطقيه. يعني انت قدامك في التوب ليفل كام؟ السنتين 3 بالكتير، وكمان بتلعب وانت كمان مش عايز تمشي من ليفربول تروح نادي تاني. عايز تبقى ايقونه. ليفربول بتموت. يعني احنا شايفين اول ماتشين حاجه ملط. ليفربول ممكن السنه دي ينافس على مراكز وحشه جدا، يعني مش عارف. بيبجح مع كلوب كمان. شفنا اللقطه الشهيره اللي حصلت في ماتش تشيلسي، لقطه اتكررت كذا مره. ورامي عباس بعدها ب6 ساعات يروح رامي الخبر كده، وتاني يوم ليفربول ازيك يا ملك، يمشي واثق الخطى ملكا. وعوض بيحصل كل يوم بصراحه كل موسم. يعني هو قدامه سنتين بالظبط، وعقده فاضل له كام؟ سنتين اعتقد برضه. في الاغلب يعني. خلاص يمشي يروح لدوله يقبض اضعاف مرتبه طبعا، يأمن عياله طبعا، ودوله بتتكلم عربي وخلاص. يأمن احفاد مكه. احفادها كمان. ما شاء الله ابو مكه. وبكده نكون خلصنا الكلام عن الدوري السعودي وفنطنا كل المواضيع وردينا على كل الناس. مفيش حاجه ثانيه نعملها خاص في الدوري السعودي. اكتبوا لنا في الكومنتس رايكم في الستاب الجديد، اكتبوا لنا رايكم في الكومنتس ان احنا نتقابل مع بعض كتير ونعمل فيديوهات اكتر ومواضيع احسن. يلا لايك وشير وسبسكرايب، تابعونا على كل المنصات. يلا سلام.